الترشح نتاعي الغاية منه خاطر الناس كل باهتين كيفاش فنان يترشح للرئاسة. من خلال ترشحي حبيت نأكد حاجة، أن الديمقراطية ماهيش حكر على الأحزاب السياسية، وأن الاهتمام بالشأن العام شأن البلاد والعباد ماهوش حكر على السياسة والسياسيين، وأن تأسيس الديمقراطية ما ينجمش يكون بمعزل من أهل الثقافة والإبداع والفن. وكما وقع تغييب الطرح الثقافي من الثورة من 14 جانفي وانت جاية، لاحظتوا اللي الأحزاب السياسية ما تكلمتش بالكل على الثقافة، بل أكثر من هذا تحس بها وكأن فهمت لا تو نتلاو بها في الآخر. فهمتني؟ أنا هذايا معناتها ما نجمش نسكت عليه، ما نجمش نقبل باش نخليه يتعدى إنابيرسي. وعملت حملة من بداية الثورة كانت تذكروا على المطالبة بإدماج الحق الثقافي في الدستور. نعتبر اللي الثقافة مش ركيزة أساسية بركة، الثقافة لازم تكون معناها ضمن كل المشاريع اللي ممكن يقع تصورها لخدمة البلاد. التنمية الجهوية، العدالة الاجتماعية، الحريات، تكريس الديمقراطية، تحسين ظروف السكن، التعليم، لا يمكن أن يتأتى بدون طرح ثقافي للمجتمع. وما سمعتوش، نتصور كيف أنا ما سمعتش أنه ثماش شكون تحدث على مشروع مجتمعي في تونس. ما ثماش فكرة المشروع المجتمعي، مشروع متاع سلطة، ناس تتصارع على الكراسي، ناس تتصارع على معناتها على كسب المواقع، على أن تكون تكسب معناها المناصب، يلزم الولاءات على حساب الكفاءات، وذا يزينا. خوكم رؤوف بن يغلان الترشح متاعي باش نقول انا بالطريقه الساخره لاني نبقى فنان، مانيش ناوي باش نكون سياسي. انا ما دخلتش في الساحه السياسيه، انا دخلت في حاجه تهمني، وشفت الخيان اللي ريناهم يتكلموا باش يقدموا انفسهم للترشح للرئاسه او للانتخابات الاخرى، شفناهم يمثلوا. بما انهم هم يمثلوا هذا خدمتي، دوك هما دخلوا في الدومين نتاعي انا، وقت اللي هما دخلوا في الدومين نتاعي انا يلزمني ندخل انا ونقول كلمه، لانها لابد من معناها من فضح الاقنعه هذه وتتنحى. دونك فضح الاقنعه هذه مش نقول راهو انت تبدل النص مره تقول هكا، مره تقول هكا ومره تقول هكا، هذا خطر كبير. نجي للشعب التونسي ونقول له ما تعطيش اصواتك للعباد اللي توعد من غير ما توري لك اللي هي قادره للبناء. نعم. شو سياسي؟ ما هم سياسيين اللي تشوف قضية تزكية. عندنا تزكيات شويه. سمعوني على مساله التزكيات. لا زاد العزيزه، هذا امر كبير، لاني اخوكم هنا واقف قدامكم يعني فيها حيره كبيره ياسر. انا التزكيات نتاعي ساعه قبل كل شيء مزكي روحي، انا مزكي روحي، والتزكيات باش موجوده وموعوده، تفهموا فيها ولا؟ ولا تو نحكي عليه انا معناتها دولة بشوي ما نجاوبش على قداش من التزكيات، مانيش باش نجاوب. علاش ماني؟ لا يعني انا عمليه التزكيات باش نعمل عليها طرح كبير باش نقول لكم بطبيعه الحال، باش نقول لك عايش اختي. شوف اسمعني اختي العزيز، انا مانيش كيسي،